بدأت القصة في زمن بعيد حيث الفرار من الاضطهاد. قررت مجموعة من الشباب اللجوء إلى كهف للحماية. كانوا مؤمنين بالله ورفضوا عبادة الأصنام المحلية. دخلوا الكهف واستغرقوا في نوم طويل غير عادي. خلال نومهم ظلت المدينة تتطور وتغير. استيقظوا بعد عدة قرون مدهشين من الزمن المنقضي. أرسلوا أحدهم لشراء الطعام متوقعين عودتهم السريعة. لاحظ البائع العملة القديمة واستغرب من هوية المشتري. أثار الرجل اهتمام سكان المدينة وجذب الانتباه للقصة العجيبة. علم الملك الصالح بقصتهم فزارهم في الكهف. كان الملك مؤمنا وقدم لهم الدعم والاحترام. أدرك الشباب المعجزة وتمجدوا لله على هذا الحفظ. قرروا العودة للكهف واستكمال الراحة الأبدية. أصبح الكهف مكانا مقدسا ومعلما للدروس الروحية. تذكر قصة أصحاب الكهف بالثقة والإيمان في الله. تمجد الله في كل زمان ومكان على هذه الحب.